مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير، الليلة التي يلعب فيها الفريق الأكبر على مستوى العالم والأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد أمام زعيم الكرة الآسيوية وأشهر أنديتها على الإطلاق نادي الهلال النهائية لكأس العالم للأندية. يوم كبير هذا المساء في الرباط، دقت ساعة الحقيقة، ريال مدريد وجها لوجه أمام الهلال السعودي ضد ريال مدريد. موسى موريجا داخل منطقة تسديدة لكن عالية، وفي الأخير انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة وكأنه حلوة التمريرة مع البريك واليابي صافرة من الحكم. مبدأ الأفضلية تايلو، الحكم أشار إلى وجود خطأ فيها تسلل وكرة 1-0 لمدريد، 1-0 لمدريد عن طريق فينيسيوس جونيور لوهلة واحدة، للقطة واحدة، في غفلة واحدة، في كورة واحدة، في تمرير فاعل وانتو روعة، والتمريرة والنهاية أجمل. وفيني يضع مدريد بالهدف الأول في توين تسديدة مرت في محاذاة القائم، خطيرة من لوسيانو وبعد ذكية سالم بكرة وفرصة، ولكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة في الإبعاد. فالفيردي هدف ثاني لمدريد، هدف ثاني لمدريد بعد 18 دقيقة لعب في النهاية عن طريق فيدريكو فالفيردي اللي سجل في العقاب قاسيا للغاية. وهذا ما حدث مع فريق دفاع الهلال، سجل مدريد بعد أن كان الأفضل في الدقائق الماضية والأكثر سيطرة أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية. ثم موريجا والتمريرة وتسديدة وصافرة، وبعد ذلك عدت أمام موسى، بدال إنه فيها لمسة يد يا حكم. انفراد يا جماعة. موريجا بكرة هدف يا زعيم. الهلال يسجل في مرمى ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية. موريجا بروعة داخل منطقة تسديدة لكن عالية، وفي الأخير انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة وكأنه حلوة التمريرة مع البريك واليابي صافرة من الحكم. مبدأ الأفضلية تايلو، الحكم أشار إلى وجود خطأ، مش عارف خطأ على في بداية شوط المباراة الثاني تسديدة لكنها مرت بمحاذاة القائم من موريجا داخل منطقة التسديد بينية لفييتو، وبعد ذلك فييتو يا ولد يا لوسيانو. الزعيم يسجل ثاني أهدافه في مرمى ريال مدريد في نهائي المونديال. لوسيانو بعد تمريرة كبيرة ورائعة جدا من سعود عبد الحميد، بروعة كبيرة جدا من سعود عبد الحميد. الهلاليين يقاتلون لأجل سيبايوس مر والكورة في المرمى. هذا مصلحة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس. مرة أخرى الأخطاء الدفاعية البسيطة، تفاصيل صغيرة جدا تحسب لك مباريات طبعا من هذا النوع أمام لاعبين بهذه القيمة وهذه الجودة وهذه الإمكانيات. وهذه فينيسيوس مرة أولى الأخطاء اللي من هذا النوع مكلفة للغاية أمام فريق بهذا الحجم. ريال مدريد يسجل 5 أهداف. رودريغو فينيسيوس حطها بعيدة عالية وضربة مرمى. كاريو ليسوا في حاجة. ميشيل حلوة يا بيتو، حلوة يا ميشيل. الهلال يا جماعة، الهلال يعزك ويرفع راسك. أي شخصية يا زعيم، أي كورة جميلة في لقطة رائعة. المدريدية طبعا حسموا الأمور في هذه المباراة النهائية. الهلال حب يستعرض أيضا قيمته ومهارات لاعبيه في هذه اللقطة. ميشيل فالفيردي أسينسيو بتسديد يا ولد يا لوسيانو. 4-2. الزعيم يسجل ثاني أهدافه في مرمى ريال مدريد في نهائي المونديال. لوسيانو بعد تمريرة كبيرة ورائعة جدا من سعود عبد الحميد، بروعة كبيرة جدا من سعود عبد الحميد. الهلاليين يقاتلون لأجل سيبايوس مر والكورة في المرمى. هدف مدريدي خامس،
الخامس لمصلحة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس. مرة أخرى الأخطاء الدفاعية البسيطة، تفاصيل صغيرة جدا تحسب لك مباريات طبعا من هذا النوع، أمام لاعبين بهذه القيمة وهذه الجودة وهذه الإمكانيات، وهلاليين يقاتلون لأجل سيبايوس. مر وبيليب والكرة في المرمى، هدف مدريدي خامس، الخامس لمصلحة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس. مرة أخرى الأخطاء الدفاعية البسيطة، تفاصيل صغيرة جدا تحسب لك مباريات طبعا من هذا النوع، أمام لاعبين بهذه القيمة وهذه الجودة وهذه الإمكانيات وهذه المستوى العالي. يسجل مدريد 5 أهداف عن طريق فينيسيوس. تغطية سعود عبد الحميد مرة أولى. الأخطاء اللي من هذا النوع مكلفة للغاية أمام فريق بهذا الحجم. ريال مدريد يسجل 5 أهداف. رودريغو فينيسيوس حطها بعيدة عالية وضربة مرمى. كاريو ليسوا في حاجة. ميشيل حلوة يا بيتو، حلوة يا ميشيل. الهلال يا جماعة، الهلال يعزك ويرفع راسك. أي شخصية يا زعيم، أي كورة جميلة في لقطة رائعة. المدريدية طبعا حسموا الأمور في هذه المباراة. يا ولد يا لوسيانو. 24 الزعيم يسجل ثاني أهدافه في مرمى ريال مدريد في نهائي المونديال. لوسيانو بعد تمريرة كبيرة ورائعة جدا من سعود عبد الحميد، بروعة كبيرة جدا من سعود عبد الحميد. الهلاليين يقاتلون لأجل سيبايوس. مر وبيليب والكرة في المرمى، هدف مدريدي خامس، الخامس لمصلحة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس. مرة أخرى الأخطاء الدفاعية البسيطة، تفاصيل صغيرة جدا تحسب لك مباريات طبعا من هذا النوع، أمام لاعبين بهذه القيمة وهذه الجودة وهذه الإمكانيات وهذه